حقق فريق الهلال فوزا ثمينا على نظيره الخليجي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي. ويضرب فريق الهلال موعدا في مباراته المقبلة أمام الفيحاء مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في اللقاء المؤجل من الجولة 17 في الدوري. وتقام مباراة الهلال أمام الفيحاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 مساء. ويحتل فريق الهلال المركز الرابع في سلم ترتيب البطولة المحلية برصيد 42 نقطة، فيما يقبع فريق الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة. والتقى فريق الهلال مع نظيره الخليجي على ملعب الأمير فيصل بن فهد الملزي في اللقاء المؤجل من الجولة 16 بالدوري السعودي. وتقدم فريق الهلال على الخليج بقذيفة أوديون إيجالو في الدقيقة 39 قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.